مساء الخير جميعا. أنا كنت اتكلمت عن تويتة لأحد الأشخاص. تويتة طبعا صعبة جدا ومستفزة جدا، وعلقت عليها يعني الصبح. بس بعد ما قفلت كده الموضوع عجبني قلت أما أتفرج، ألف كده على إكس أشوف الناس دي بتقول إيه. أنا طبعا كنت لمحت شوية حاجات من العينة ديت، فحبيت إيه أكمل. فلفيت بقى بأعصاب أكثر هدوءا يعني والموضوع خد مني شوية بحث يعني، أشوف هل ده ثقافة عامة ولا ده تصرفات فردية. لأن في ناس قالت لي ده يا عم مش كل في تصرفات فردية لا، هي مش تصرفات فردية. أنا بس خدت كذا مثال لناس مهمين على السوشيال ميديا الزملكاوية. في ناس بعضهم هقول اسمه وبعضهم لأ، يعني حتى عشان ما اكتبهمش أنا سجلتهم على الموبايل التاني. وهنتكلم بقى هشوف يعني هتشوفوا المرحلة وصلت لإيه، لأنهم طبعا وفي فيديوهات اتفرجت عليها برضه هنتكلم عليها. طبعا ديت ما سجلتهاش بس هنتكلم عليها، مش طول عليكم. وممكن الموضوع لو خد فيديو ماشي، خد اتنين ماشي، يعني بحاول هختصر عشان كله ايه، عشان نتفرج مع بعض على الحاجات الحلوة دي. أول حاجة بقى واحد كاتب ايه: مرحلة من المسرحيات الهزلية الغير مسبوقة، رائحة الفساد والبلطجة الرياضية أسكمت الأنوف لو اعتبرنا إن دي رياضة أصلا. ده بقى إيه، أنا عايز أقول لكم إن دول مشجعين زمالك. طبعا بيراميدز ملوش مشجعين، فدول مشجعين زمالك كلهم مشجعين معروفين وصفحاتهم موثقة ومشهورين جدا. مرحلة من المسرحيات الهزلية الغير مسبوقة. إيه المرحلة مش عارف، وإيه المسرحية مش عارف، وفين رائحة الفساد مش عارف، والبلطجة الرياضية إيه معرفش. ايه اللي حصل يعني الجملة ديت ايه سياقها، ايه السبب فيها معرفش. ماتش كورة، فرقة بتلعب فرقة، جابوا حكم اجنبي، قالوا حكام مصريين وحشين وهم فعلا وحشين، فاحنا نجيب حكام من بره اجانب. جابوا حكام اجانب، حصل ضربة جزاء على كلام، ناس قالت لأ وناس قالت وناس قالت ضربة جزاء وناس ما قالتش ضربة جزاء وما اتحسبتش ماشي. فين بقى فين الفساد وفين المسرحية فين القصة؟ يعني فين الفيلم ده؟ يعني انت بتتكلم عن بتتهم الاهلي بالفساد والبلطجة، وان الموضوع بقى ريحته وحشة، وان دي مش رياضة، وانت اللي انت كاتبه ده رياضة. ده اخف واحد، يعني ده اخف مثل. خش على اللي بعده. واحد كاتب التدليس والتضليل بتاع الاهلاوية خلاهم يقولوا ان الشيبي داخل قاصد يأذي الشحات، هما مش داخل قاصد يأذيه. هو كان جايب له بوكيه وردة اصلا وداخل عليه، بس الشحات ايه، هو اللي حط رجله قدام سن الجزمة. الشيبي اصلا مظلوم. آه، ويبطلوا كورة مع ان الواد دخلت كورة ولمس الكورة. اه طبعا دي كرة شوارع دي اكيد، او هم دخلوا الكرة في المصارعة ما اعرفش. ولمس الكرة الاول وما كانش قصده اي تدخل عنيف على الشحات، يعني جاي من اقصى الشمال لاقصى اليمين عشان خاطر يسلم على الشحات يبوسه من خد، يقول له ماشي. بس تقول ايه للناس بترضع تدليس وتضليل وكذب، وانت حضرتك ما فيش حاجة من لا بتدلس ولا بتضلل ولا بتكذب، انت شفت الحقيقة قلتها. يعني انت شفت ان ده داخل على الكورة. وانت بتشجع الزمالك مش بيراميدز. ماشي. ده تويتر تانية بتقول ان احنا ما بنشوفش وان احنا بنفتري على الراجل البريء اللي اسمه طب وبعد الموضوع لما دخل فيه بسن الجزمة ده عادي يعني بالنسبة لك؟ يعني ما شفتهاش دي برضه هو اللي ظهره كان نايم، فهو يعني نام على سن جزمته ماشي. خد دي بقى: الجمهور اللي يعمل الشحات نجم يبقى لازم يتعالج. انا ممكن ارد واقول لك الجمهور اللي يعمل فلان نجم لازم يتعالج،
بس مش هرد عليك واقول لك كده، عايز اقول لك اللي احنا حرين. الشحات نجم، يعني مع زعلان مبسوط فرحان، هو غلطان هو مش غلطان، الشحات نجم. يعني دي حاجة ما تضايقكش في حق، يعني مش عارف ايه اللي يضايقك، انت عليك ليه؟ هو نجم، راجل خطأ في ماتش وتحمل نتيجة غلطه والأهلي عاقبه واتحاد الكرة ما عاجبوش العقاب اللي يستاهله، دي حاجة تانية. إنما الراجل في الماتش اللي فات لا عمل حاجة، ولا جا جنبه، ولا شتمه، ولا لمسه. وده اللي اتهجم عليه، وده اللي ضربه، وده اللي كان عايز يكسره ويبطله كورة، وده اللي كان بعد كان عايز يكسره ويبطله كورة عايز يتهجم عليه ويضربه. فإيه علاقة الشحات بقى بالواقعة بتاعته؟ ولا هو مثلا الشحات هيقعد يتحاسب على الواقعة دي مدى الحياة؟ لا يا فندم، الشحات نجم. حضرتك عايزه نجم مش عايزه نجم، ده حاجه ترجع، احنا عايزينه نجم زي ما انت حضرتك عامل شيكابالا نجم، انت حر. ده انت عامله اسطوره مش نجم. تحاسبني عشان خاطر اللعيب بتاعي اللي اصلا خلص النادي بتاعي، اللي جاب لي بطولات وجاب لي جوان واخلص لفرقته، واخطا خطا واحد. على فكره مسيره الشحات كلها ما فيهاش خطا كبير غير الخطا ده، هو كبير بس ده الخطا الوحيد. خلاف بقى اللي ناس تانية، بس ما علينا برضه ملناش دعوه. خش على اللي بعده. واحد كاتب بقى الحياة رحلة قصيرة، عيشها شيبي لو يوم أفضل من إنك تبقى شحات كل يوم. فلسفة، يا فيلسوف، راجل خطير. إيه بقى؟ أنت حضرتك مسكته الشحات اعتذر، قلت له لأ ما ينفعش بلش اعتذاره، ده راجل عمل ولازم يبطل كورة، ولازم يتشطب، ولازم يتوقف 9 سنين ولازم الشحات يتعمل فيه. ولما الشيبي ارتكب نفس التصرفات بنفس معيار حضرتك، اللي انت كنت واحد زيك كده من شوية كان بيقول اللي يعملوا أسطورة لازم، اللي يعملوا نجم لازم يتعالج، عملته مثل. يعني تعيش الشيبي يوم شيبي أحسن ما تعيش الشحات كل يوم. هو الشحات إيه يعني؟ مش فاهم. نتنياهو؟ مش فاهم أنا. إيه مصطلح يا تعيش الشيبي يوم؟ ده زي كان بتاع سلام وبيومي فؤاد. لا صح، نفس المعيار. بس ده ماشي، هنعديها برضو دي حاجة. خش بقى على دي جامدة، دي جامدة. أي أهلاوي مهما كان نضيف ومتربي، أول ما تيجي سيرة الأهلي يقلب ضلالي وشاهد زور. أي أهلاوي سلكت أول، يعني مش أنا مثلا، يعني أنا وأنت وكل الأهلاوية اللي في مصر، أول ما تيجي سيرة الأهلي نقلب ضلالية وشهاد زور. عشان بنحب الاهلي وبندافع عنه يبقى احنا ضلاليه وشهاد زور. انت عارف احنا لو زملكاويه وبنشتم الاهلي وبتاع كنا بينا تمام. بس احنا عشان ناس بنحب فرقتنا وبنشجعها بقينا شهاد زور، شاهد زور وضلال. خدوا بالكم بقول لكم على كل ده في ماتش مش الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز اللي هو ايه خد مكان الزمالك، يعني اللي خد مكان تاني واللي هو تاني الدوري وهيلعب في دوري ابطال السنه الجايه مكان الزمالك. فهم كلهم بقى ايه، بقوا بيراميدزاوية. انا مش عارف حتى اسمه ما ينفعش يبقى ليه مشجعين، بس ماشي. خد بالك دي بقى. مصور تلفزيوني في مباراة أمس كان يرقص فرحا بهدف الأهلي، بل مع السباب الجماعي لجماهير الجهلي. كاتب على فكرة بالتلاقش، هو كاتب كده الجهلي ضد نادي الزمالك. مش عارف هو دخل الزمالك في الموضوع ليه، معرفش. والشيبي وبيراميدز، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على فساد منظومة كروية بإدارتها، بمخرج بمصور أنا مش عارف إيه بمعلق مفيش، ما سابش حد. معلق بيشجع الأهلي، الأهلي جاب جون بيحتفل في نفس الطريقة دي، أو مصور آسف، نفس الموضوع ده حصل مع مصورة بتاع الزمالك هتتكلم. اصبر اصبر يا عم، هتتكلم.
ده عايزين يقدموه عشان مجرد انه اهلاوي ما كانش واخد باله، احتفل لما الاهلي جاب جون، وراجل مهني وراجل جاب لهم. يعني المصورين اللي جابوا موضوع كرة الكارت دي من كل الزوايا، من 50 اتجاه. فبقى عايزين يقطعوا عيش الراجل. راجل مصور مش حاجة، يعني مصور مش حاجة كبيرة في التلفزيون، مش راس التلفزيون، لا ده مصور. عايزين يقطعوا عيش الراجل عشان احتفل و... وكان بيشجع فريقه بعفوية ما يعرفش حاجة، زي واحد حامل كرات مثلا. فده بقى ازاي؟ اي كلام، اي حد ليه علاقة بالاهلي لازم يختفي، لازم نعدمه. اي حد له علاقة بالاهلي فاسد وظالم ومش عارف ايه وخاين وعميل وجاسوس وكل حاجة عشان بس اهلاوي. دي كلها حاجات بقى من تويتات لناس يعني مهمة على السوشيال ميديا. يعني على منصة اكس لهم متابعين بالالاف، وتفتح التعليقات بتاعتهم تلاقي كله عاش انت ايه الاهلي الجهلي مش عارف ايه. ماشي، خد بالك بقى من اللي بعدها. واحدة كاتبة فخورة بزملكاويتي، فخورة ان في زملكاوي قبل على نفسه يلبس تيشيرت بيراميدز ويشجع بيراميدز عشان وجبة 200 جنيه. جماهير الزمالك لا يباع ولا يشترى. يا خرابي على الكلمة. واحد ملاش تذاكر في ماتش في مدرجات الأهلي، راح مدرجات بيراميدز، لو بيبقوا تذاكر، خد تذكرة ودخل جابوا له وجبة. لو أنا أو أي حد ممكن يتحط في عايز يتفرج على الماتش، والبرنامج جمهور والنادي ده ملوش جمهور، وهخش أتفرج. بقيت بخش أشجع مش عارف بوجبة و200 جنيه. اتلفت لفة، يعني لفة غريب، يعني لفة. هو الراجل اللي راح يشتري تذاكر الأهلي خلص التذاكر في أول ساعتين. النادي ده بيبيع تذاكر، بيدي التذاكر ببلاش. كلم حد يا عم تشوف لنا في بيراميدز ده بنجيب التذكرة ازاي. التذكرة يا باشا هجيبها لك. جابوا التذكرة، دخل يسمع الماتش. طبعا لأنه راجل أهلاوي أصلا وداخل عشان يشجع الأهلي، إن احتفل في جول بقى جايب وجبة 200 جنيه. أي حد في الأهلي، احنا لا بنفهم كورة ولا لنا في الكورة ولا البتاع، وانتوا كلكم ناس عباقرة وكلكم ده انتوا. ماشي. على فكرة بقى، ده مش تصرفات فردية. يعني بتكلم في الموضوع ده لأن التويتات دي مش تويتات فردية، ده أنا جبت عينات. الطريقة دي موجودة في كل التويتات، مش في كله بس في كتير، والظاهرة دي لازم تنتهي. في واحد بقى، اتنين أنا سبتهم للآخر وهقول اسمه، ودول بقى ليهم فيديو لوحده. استنوني بقى في الفيديو التاني.